السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد. اهلا بيكم في قناتي لكل يوم مميز. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده، هننضف حوامل البوتاجاز. هننضفها بطريقة سهلة جدا جدا جدا، ومكونات بسيطة خالص خالص خالص. تابعوا معايا الفيديو. هنا كده قبل ما نعملهم زي ما انتم شايفين كان شكلهم عامل ازاي. هشيلهم بقى معاكم. اللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك عشان الفيديو يكبر بيكم ان شاء الله. كده بقى انا بشيلهم كلهم اهوت وبحطهم في بولة، وانا مجهزة مية مغلية. هنا مستر شاهين اللي انتوا شايفينه ده حتى مكتوب عليه 10 جنيه، انا جبته وحطيت منه شوية كده على عيون البوتاجاز. وسائل المواعين، اي صابون سائل عندك. احفظوا الشكل ده عشان هتلاقوهم حاجة تانية خالص. هنا بقى معايا صابون سائل اهو زي ما انتم شايفين، من اللي انا بستعمله للمواعين عادي خالص. وبعدين هحط مية سخنة تكون بتغلي، مية بتغلي. وهركنهم بقى على جنب كده ربع ساعة. مش هعمل فيهم اي حاجة، انا هركنهم على جنب وارجع لكم بعد نص ساعة. هتلاقيهم اتفاعلوا مع بعض دلوقتي، هتشوفوا التفاعل. بصوا بقى التفاعل كده، اتفاعلوا مع بعض اهو. حتى بصوا تلاقوا البتاع نزل شوية، الدهون نزلت شوية من قبل ما ادعك، من قبل ما حتى يستنوا شوية في الخلطة دي. فانا بقى هركنه مع بعض نص ساعة كده وارجع لكم تاني. هنا بقى رجعنا على الحوض اهو، معايا السلكة وزي ما انتم شايفين بقى اللي بتاع عامله ازاي. بصوا شفتوا عامله ازاي. فانا هدعك، يا ريت بقى لو السلكة خشنة، لو السلكة خشنة هتظبط معاكم. هما خدوا معايا وقت بسبب السلكة ان هي سلكة مواعين ناعمة. لو السلكة خشنة بتخلي ما تاخدش وقت وما تتعبش وما تاخدش مجهود. فانا بقى فضلت ادعك معاكم اهوت. خليكم معايا شوفوا النتيجة. في خطوة تانية انا هعملها دلوقتي بس للأسف الكاميرا ما صورتهاش. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك دلوقتي ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا مش عايزه اقطع من الفيديو حاجه عشان تبقوا شايفين معايا اول باول. بصوا بقى هي وصلت معايا للنتيجه دي، برضو ما لمعتش قوي. فانا عملت ايه؟ قلت لا انا هنقعها تاني واسيبها. بس النوبه دي بقى انا ضفت بعدها، يعني كملتها يعتبر نص ساعه او 3/4 ساعه كده في الميه دي، بس زودت ملح ليمون وعشان تلمع زي ما انتم شايفين، وزودت معاها ليمونه وزودت ميه مغليه تاني وسبتها ركنتها لحد ربع ساعه كمان. ورجعت تاني زي ما انتم شايفين بقى، كانت سهله معايا جدا وانا بنضف الحوامل. وكانت طالعه باللون اللي انتم شايفينه ده، بتلمع. وكانت خلاص بقى انا يعني النتيجه بالنسبه لي نتيجه مرضيه خالص اهو. فضلت برضو ادعك فيها تاني عشان تلمع. خليكم معايا لاخر الفيديو، واللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي في الكومنتات. السلكة الناعمة دي بصراحة خدت معايا وقت كتير. هي لو كانت سلكة خشنة كانت تبقى احسن وافضل، بس ما كانش عندي وبعدت اجيب ما لقيتش. فمشيت نفسي بقى. بص دي بقى كانت عاملة ازاي. دي كانت يعني اغمق من كده كمان. ده انا لما نقعتها في الخلطة دي بقت تمام يعني. فطلعت معايا بالشكل ده. فانا هخليها طبعا بيضة خالص، هتشوفوا معايا دلوقتي. مش عايزه اقطع حاجه من الفيديو زي ما قلت لكم، عشان انا عايزاكم تشوفوا يعني كل حاجه معايا بالتفصيل.
عشان ما تفكروش ان انا عملت حاجه غير دي. لا، هي كانت الحوامل كده ووصلت معايا بالطريقه دي بالدعك والخلطه اللي احنا عملناها مع بعض. بس بعد كده زي ما انا قلت لكم كده ضفت خل، قصدي ملح ليمون، وضفت خل على الخلطه، وزودت ميه سخنه عشان تطلع لمعه كده وما تاخدش معايا دعك كتير يعني. معايا بقى الحامل اللي في النص اهو، بيبقى طالع برضو مش محتاج مجهود قوي، بيبقى في لمعيات ومحتاج بس ان احنا نغسله كده وندعكه وخلاص. كانت سمرة خالص زي ما انتم شايفين في اول الفيديو، فنتيجة بصراحة يعني جامدة جدا. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا النتيجة في الاخر. يلا بقى الشجاعي والشطاري كده، ولو الحوامل اللي عندك غمقت من كتر الاستعمال، هاتي يلا بولة وحط فيها اللي احنا حطيناه ده والشجاعي يلا، وجددي البوتاجاز بتاعك. هنا بقى دي خدت معايا وقت لان دي كانت سمرة خالص، كانت كلها سمار، فهي وصلت معايا لحد هنا. انا ما قدرتش اعمل تاني لان بصراحة السلكة الصغيرة دي، قصدي السلكة الناعمة دي تعبتني، فلو كانت سلكة من التانية كانت ظبطت الدنيا. فانا بقول لكم عشان تبقوا عاملين حسابكم تجيبوا سلكة من اللي هي الستانلس دي. بصوا المية بوريها لكم، بصوا عامله ازاي غامقه، ازاي نزل فيها كل السمار اللي كان في العيون. انا جبتها بقى تلميعه خفيفه كده في الاخر، بلمعها بالصابون تلميعه خفيفه كده، وبعدين بقى اغسلها وخلاص. يا ريت اللي كمل معايا الفيديو لحد هنا يضغط لايك، ما تضيعوش تعبي على الفاضي يعني. هشطفهم بقى وخلاص كده. الحوامل هنبقى نعملها فيديو تاني، برضو هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت. كانت السلكة انهرت من كتر الدعك. سلكة ايه ده، انا غيرت كذا سلكة كده. خلاص بقى هنشطفهم وكده تمام قوي، وكتر خير الدنيا. انا كده بصراحة النتيجة مرضية بالنسبة لي قوي، يا ريت تجربوها. خلاص اهو، هاي النتيجة بقى وصلت لحد هنا. شفتوا بقى من السواد اللي كان فيها وصلت كده، يعني بصراحة نتيجة زي الفل. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكده بقى حلقتنا خلصت، واشوفكم بكرة على خير بإذن الله. مع السلامة.